يسعد لي أوقاتكم أصدقائي مكافحي النشاز، والله يبعد عنا وعنكم كل شر وكل نشاز. بتمنى تكونوا بألف خير انتو وأصحابكم وأحبابكم يا رب. مثل ما تعودنا كل فترة بنفتح وبنحكي عن موضوع معين مطروح، إن كان على الساحة الفنية، على الساحة الزمرية، على بهالمواضيع اللي هي لها علاقة للأسف يعني هالوضع الفني اللي بيبكي صراحة. اليوم الحديث يعني استوقفني الموضوع انه وائل جسار، سمعته انه عم يحكي عن، شفته بمقابلة عم يحكي عن ميريام فارس، انه الكليباتها مستفزة، وانه الشيء اللي عم تعمله على المسرح هو لا يمثل عاداتنا وتقاليدنا، وهالشيء للأسف يعني انه مخل بالآداب يعني بهالمعنى، وانه ما بيصير اولادنا يشوفوا هيك شيء ويفكروا انه هيك نحن وهي عاداتنا وهي تقاليدنا وهالامور هي. هلا انا ما رح اقول انا معه او ضده، انا بكل الاحوال يعني اساسا من في اذا بنرجع كم فيديو لورا حاكي عن اخر عمل لميريام فارس تبع تشك 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 تكتو تاتا تكتو تاتا على القناة عندي، انه يعني انا برايي انه كان يعني ميريام فارس فيها تعمل اغنيه تفوت فيها للعالميه بطريقه جميله وراقيه وحلوه، وتقدم شيء بيشبهنا، يعني شيء بيشبه الفن. انه شو هي الشيء اللي عملته ميريام فارس جدا فاشل. يعني انا هون بهالفيديو بالمختصر ماني عم دافع عن ميريام فارس وعم بقول لا هي حره تعمل اللي بدها اياه. بالنهايه الفن يعني قدمي فن، ما تقدمي جسد، ان كان لإلها ولا لغيرها. فكل واحد حر، في عالم عم يقدم جسد لحتى يوصل للفن من مطرح لحتى يجيب متابعين من مطرح، في عالم عم يحكوا الألفاظ البذيئة ويحكوا بالطائفية ويسبوا ويكفروا على المسرح لحتى يلفتوا نظر ويجيبوا شهرة. وهذا الشخص اللي عم بحكي عنه أنا مثلا وائل جسار عم يحكي عن ميريام فارس أنه هي هالشي لا يمثل عاداتنا وتقاليدنا. طيب هلأ أنا سؤالي إلك وائل جسار أيها الفنان الرائع. طبعا وائل جسار أنا كتير بحبه، بحب أغانيه، المغنى تبعه، احترامه للمسرح، يعني إنسان راقي بشوفه كتير فانصدمت يعني إنه لقيته واقف على المسرح مع وديع الشيخ وعم يغني نسم علينا الهوى. خلني العدو بعد الشمس بتحكي أطلال وما تنهي، ما تعرفني بلادي خدني على بلاد نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى الهوى خدني على بلاد. بغض النظر عن شخص وديع الشيخ او عن مقدار النجومية اللي هو عنده اياها، او قديش الشهرة وقديش المشاهدات وشباك التذاكر ومن هالحكي الفاضي تبع نجومية هالايام يعني او نجوم هالايام. سؤالي لوائل جسار، انت بتشوف انه ميريام فارس هي لا تمثل عاداتنا وتقاليدنا والمفاهيم تبع مجتمعنا؟ طب الشيء اللي بيعمله وديع الشيخ على المسرح هذا بيمثل عاداتنا وتقاليدنا؟ هي المسبات على المسارح مثلا بتمثل عاداتنا وتقاليدنا؟ الكلام الطائفي على المسارح بيمثل عاداتنا وتقاليدنا؟ الكلام بالاغاني اللي بيحكي عن المخدرات وعن النسوان وفي كفر وما كفريات وهالقصص هي، هذا بيمثل عاداتنا وتقاليدنا؟ يعني يا وائل جسار ايها الفنان الرائع، لما انت بدك تحكي بهالاسلوب، ورغم انه انا ليك انا كنت كتير معك يعني بالشيء اللي انت حكيت فيه، اكيد انا ضد كل شيء عم يطلع او انه بيطلع باسم انه هو نجم وفنان وعم يحاول يشهر حاله بزاوية اخرى، يعني بشيء ما له علاقة بالصوت وبالفن. طبعا في شيء اسمه فن استعراضي ولكن بحدود، اذا بدنا نحكي نحن لمجتمعاتنا، اذا بدنا نحكي لمجتمعاتنا. طب انت طلعت على المسرح، معقولة منك سمعان وديع الشيخ كيف بيغني؟ اول شيء اذا بدنا نحكي على الصوت بينشز، اذا بدنا نحكي على الاداء شيء بيصرع وبيبخش طبلة الاذن،
رغم انه اوقات بيقدر يغني حلو، هو اذا بده يغني حلو بيقدر يغني حلو، بس هو ما بده، هو بحب خلص انا هيك بغني، عجبكم عجبكم، ما عجبكم حط في حيط 2 3 انطحوا راسكم فيه. كمان هذا ما دخلنا فيه، بينشز يصطفل ينشز، بيصرخ بجعر، هذا كلياته هو حرفي. بس المسبات وهي الرديات، قال صباطي بسوى راسك ومدري شو من هالحكي، لشو الكفريات والكلام الطائفي لشو على المسرح؟ هذا بيشبهنا شيء؟ ما بيشبهنا. طب انت كوائل جسار طلعت وقفت معه على المسرح ومعانقه وعم تغني انت وياه، تفضل اشرح لي انه كيف انه مريم فارس ما بتمثلنا، وهي ما هي عاداتنا وتقاليدنا، ووديع الشيخ هو عاداتنا وتقاليدنا، انت واقف انت وياه عم تتصور انت وياه، ولا انه هذا حبيبنا وهديك ما بعرف شو الفكرة صراحة، ما بعرف. بس انا بتمنى يعني اعرف شو الموضوع. وهذا الحديث على فكرة لجميع الفنانين، مو بس لوائل جسار، لكتير من النجوم يلي للأسف نحن بنشوفهم إلهم هالة، وهذا مثلا ملك الرومانسية وسلطان الطرب و كلهم عم يتصوروا مع نجوم الزمر. بغض النظر إذا هن بيغنوا شعبي، الغناء الشعبي شيء جدا جميل، جدا جميل يا جماعة، والزمر والدبكة كتير حلوة وما في أحلى منها بالحفلات ومطلوبة، ولازم يكون بكل حفلة في هيك شيء. بس هذا اللي بيطلع بينشهر بالمسبات وبالكلام الطائفي وبالكفريات، هذا بنعتبره اليوم فن شعبي؟ عفوا هذا فن شوارعي، فن قلة حياة، فن قلة اخلاق، اساسا ما انه فن يعني، بس هو حتى قلة الاخلاق هي فن، يعني هي ما مين ما كان بيقدر يعملها غير اللي هو عنده اياه، هذا الفن اساسا بتربي عليه. الشوارعية ما مين ما كان كمان هذا فن، انه واحد يكون شوارعي، مغني شوارعي مثلا. ف بتمنى يعني اعرف انا وائل جسار شو رأيه باسلوب وغناء والكلام تبع اغاني هالايام هدول، جعارية هذا الزمن يلي للاسف ما عاد إلنا نفس، عن جد ما عاد إلنا نفس نروح نحضر حفلة، لان لازم بكل الحفلات صاروا هن اخذينهم هدول انه هن المثال الاعلى، بالذات هي النجوم الصغار هلا اللي عم يطلعوا اللي عم يغنوا بالمسارح، اولاد العشرينات ما بقى يقبل يغني بشكل طبيعي وبشكل حلو، صار بده يقول اسمع 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 صباطي احسن منك، اسمع 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 هيك وهيك بربك وهيك هيك باختك وهيك شيء ما طبيعي. بتروح على الحفله بتطلع من الحفله قرفان حالك، اذا انسان بده يروح يسمع صح او حابب ينبسط. تحياتي لكم يا اصدقائي يا مكافحي النشاز، والله يبعد عنا وعنكم كل منافق بهالفن وكل شر وكل نشاز.